عاش الاهلي قريب، ولكن احذروا الكاو، احذروا الكاو، احذروا الكاو. كل الطرق تؤدي للجزيرة. زيزو في أرض التاريخ، زيزو أهلاوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من شوية دردشة كده. يعني كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم إن شاء الله، وعيد سعيد عليكم، وربنا يعود عليكم دايما الأيام بكل خير. وإن شاء الله السنة الجاية اللي نفسه يحج يكون بيحج، والحج يحج تاني، ونكون إن شاء الله على عرفة بإذن الله. عايزين بس نتكلم شوية كده بخصوص صفقة زيزو وصفقات النادي الأهلي عموما وكده. يبقى بالنسبة لنا كده الميركاتو ده اللي قبل كأس العالم للأندية ده انتهى، وكده كل اللعيبة اللي هنشارك بيها في كأس العالم للأندية هي موجودة. وهنتكلم عن ريبيرو هيعمل ايه وايه الدنيا، وحل مشكلة حمدي فتحي ومصطفى العش وكل الكلام ده. مبدئيا صفقة زيزو صفقة مهمة جدا. انت كنت السنة دي عندك مشكلة في الأجنحة، فالحمد لله يعني حلينا المشكلة وما بقاش عندنا أكتر من الأجنحة. فبقى عندك طاهر محمد طاهر وزيزو وحسين الشحات وأشرف بن شرقي، وعندك برضو أحمد عبد القادر رجع، ومحمود حسن تريزيجيه. كل دول موجودين في الأجنحة، فيعني حتى كمان إمام عاشور بيلعبها يعني، فتمام. وسط الميدان بتاعك بقى وسط ميدان قوي جدا جدا جدا، والحمد لله يعني في إمام عاشور وقفشة ومحمد علي بن رمضان وأليو ديانج ومروان عطية وأحمد رضا. طيب النقطة بس اللي عندك فيها مشكلة هي الدفاع انت عندك فيه مشكلة جامدة جدا. لكن لو أشرف داري هيفضل موجود وحافظ على مستواه وربنا يبعد عنه الإصابات، فأنت هتبقى محتاج مدافع واحد بس، يعني مع ياسر إبراهيم وأشرف داري. لأن برضو ياسر إبراهيم مش المدافع القوي، ياسر إبراهيم مدافع مؤدي، لكن مش هو المدافع اللي زي محمد عبد المنعم مثلا. أشرف داري مدافع كويس جدا. طيب مصطفى العش على مستوى الدفاع يعني هو كويس، لكن هو مش اللعيب الفذ مثلا. فانت بتدور على يعني سيرد باك يكون كويس. طيب المشكله الدائمه بالنسبه لنا هي الباك اليمين، الاستاذ محمد هاني اللي عمره ما جاب مستواه، بس ما علينا يعني. فانت هتفضل دايما محتاج باك يمين. فعمر كمال عبد الواحد ده انا مش فاهم، هو ما بيلعبش وكان مصاب، حتى لما بيلعب انا مش فاهمه بصراحه، بس ما علينا. الباك الشمال، وده النقطة اللي كنا معترضين عليها دايما وبنقول ليه بتمشي علي معلول، وان علي معلول لو برجل واحدة احسن من كل اللعيبة دي. لكن انت عندك في الباك الشمال عندك يحيى عطية الله، واللي انت مش هتجدد له الاعارة بتاعته ومش هتجدد له عقده، وهيمشي بعد كاس العالم. ودي برضه يعني نقطة احنا ما كناش يعني، طب ما كنت تكمل لعلي معلول، مش فاهم، بس ما علينا. وكريم الدبيس. احمد كوكا احيانا بيلعبها، لكن احمد كوكا فيها مش كويس. احمد كوكا انا شايف ان هو يرجع نص ملعب تاني. في بس ايه بالنسبه لزيزو بقى، موضوع زيزو بيلعب في 3 مراكز. زيزو ممكن يلعب مهاجم بس مش هيبقى كويس فيها، ممكن يلعب جناح سواء يمين او شمال، ممكن يلعب صانع العاب. هو في صانع الالعاب مش قد كده، اللي هو تحت المهاجم على طول مش قد كده. وانت عندك احسن منه في المركز ده، عندك قفشه، عندك امام عاشور، عندك محمد علي بن رمضان. حتى اليو ديانج كمان ممكن يلعبها. اليو ديانج ممكن بيخترق بالكرة، لكن هو تمريراته بتبقى مش متقنه شويه. لكن عندك يعني قفشه وامام عاشور هم اللي بيلعبوها كويس جدا، ومحمد علي بن رمضان ممكن يلعبها برضه. فزيزو انت هتستفيد منه كتير جدا. بالاضافه ان زيزو لعيب سريع جدا على مستوى المرتدات، ولعيب قوي في التسديدات من بره المنطقه، وبيلعب ضربات ثابته كويس، وبيلعب ركنيات كويس، بيلعب ضربات جزاء كويس. فهو هيفيدك، هيبقى لعيب مفيد جدا مع تريزيجيه وحسين الشحات واحمد عبد القادر وكل الناس دي، واشرف بن شرقي وكده. فانت هتستفيد منه. نتمنى ان ريبيرو يقدر يعمل توليفه كويسه، نتمنى ان كل اللعيبه تبقى على قدر المسؤوليه، كل اللعيبه تقدر تأدي ويطلعوا احسن ما عندهم. انا بس عندي مشكله واحده، هي في حراسه المرمى والدفاع، ده اللي انا خايف منه في كاس العالم بصراحه. مباراه باتشوكا هي مباراه وديه، وهي هتبقى اول مباراه لريبيرو. يعني نتمنى
ان انا مطمن على الفرقه قبل مباراه انتر ميامي. ماتش انتر ميامي ده يا جماعه هيبقى ماتش مهم جدا 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 جدا، وهو هيبقى فيه السوكسي كله. يعني ماتش انتر ميامي ده هو ماتش افتتاح اول بطوله كاس عالم للانديه مجمعه في التاريخ، ومن حسن الحظ ان انت اللي هتشوفه، ان انت اللي هتلعبه، كمان بتلعب مع المستضيف ده معاه ميسي وسواريز وبوسكيتس، ويعني مفيش بعد كده. فلو كسبت الماتش ده وأديت فيه أداء كويس انت هتاخد شهرة ملهاش حل، وهيتخاف منك وهيتعمل لك حساب. كمان هتبقى يعني حطيت رجلك على الصعود. انت ممكن بعد كده هتلاعب بالميراس، ممكن تتعادل معاه، ممكن تكسبه، وغالبا انت ان شاء الله هتكسبه، لان ما كانش فيه مبرر انك تخسر منه في الماتشات اللي انت لعبتها معاه. هتلاعب بورتو، ممكن تأدي معاه مباراة كويسة برضو. بورتو مش الفريق المرعب على فكرة يعني. فيعني ايه، انت تقدر تعمل الكلام ده، تقدر تصعد للدور التاني ان شاء الله. فنتمنى ان شاء الله باذن الله ان النادي الاهلي يأدي اداء كويس ويصعد للدور التاني. دور ال16 زي ما تيجي بقى، اصعد بس وربنا يسهلها. يعني احنا طموحاتنا مش عايزينها تكبر على الفاضي، لان لازم تبقى واقعي، لان برضو المستوى الفني ما بينك وبين انديه اوروبا مستوى كبير، فالموضوع هيبقى صعب بالنسبه لنا. فربنا يسهلها ان شاء الله، والف مبروك على زيزو، وعيديه مقبوله يا اهلي. شكرا كابتن خطيب، عقبال ما نقوي في الدفاع ان شاء الله، وبالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله.